فمن يتقي الله يجعل له مخرجا من حيث لا يدري. والحمد لله انا بتقي الله في نفسي قبل ما اتقي الله في اللي حواليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الخير والفل والورد والياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. أحب أرحب بكل متابعين من كل مكان بتشوفوني. معاكم رانيا من قناة بيتي ومطبخي سر سعادتي. رجعت لكم بقى النهارده في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب يعجبكم. بقى النهارده يومي انا صاحيه الساعه 8 الصبح. يا رب يجعل يومنا كله خير وبركه وسعاده وراحه بال على الجميع. النهارده بقى انا صاحيه 8 الصبح كده، رايحه على فين احكي لكم، بس انا حابه افضفض معاكم الاول كده. اول ما صحيت ودلوقتي صحيت 8 ودلوقتي بقت 9. فانا خلاص لابسه اهو ونازله. فانا بقى حابه افضفض معاكم كده كلمتين قبل ما انزل يعني. انا يا جماعه عفوا. انتوا عارفين ان انا زوجي مسافر. فانا قبل زوجي ما يسافر انا القناه دي هو اللي فتحها لي على فكره. فهو اللي كان بيعمل لي كل حاجه فيها. فانا ما بحب اتاسف لكم عن عدم ظهوري في البث بتاع يوم الخميس. ليه بقى؟ لان انا يعني مش بروفيشنال قوي في السوشيال ميديا في موضوع التصوير بقى والمونتاج والبث والحاجات دي. انا لسه جديده وبتعلم معاكم يعني زيكم زي اي حد جديد. فانا بتعلم بيكم ومعاكم. فما تزعلوش مني ان انا ما طلعتش البث، لان انا مش هقدر اطلع لان البث ما كانش مظبوط. لان في خطوه كده انا سمعت عنها ان هم بيعملوا البث عن طريق جوجل كروم. فانا ما كنتش بعمل نص الخطوات وما بكملش النص التاني. فاعذروني بقى أنا لحد ما يعني ابقى بروفيشنال كده وواثقه كويس جدا من البث اللي انا بعمله هطلع اعمله معاكم تاني. فانا بعتذر لكم بس عن عدم ظهوري في البث كل يوم خميس زي ما كنت بطلع معاكم، غير لما اكون متاكده بقى 100%. وانا والله يا جماعه البث ده يعني القناه عموما انا لحد دلوقتي ما باخدش منها ولا مليم. انا عاملاها حب في القناه يعني. فهي القناه الحاجه الوحيده اللي بلاقي نفسي فيها. فالحمد لله انا مش بعمل حاجه غلط. والقناه زوجي هو اللي عاملها لي قبل ما يمشي. هو اللي كان بيعمل لي كل حاجه. فهو بعد ما مشي انا حسيت بقى بصراحه بلخبطه كده وحاسه ان انا تايهه ومتلخبطه في حاجات انا لسه بتعلمها. فاعذروني بقى ايه واستحملوني لحد ما اتعلم وابقى بروفيشنال كده زي كل القنوات اللي زيي يعني ان شاء الله. بس فحبيت افضفض معاكم كده الصبح الاول. وبعدين انا يعني الحمد لله بصور لكم كل حاجه وانا بطبيعتي. يعني بصور لكم حتى عند بيت اهلي، بصور لكم في بيت اهلي، في بيتي بصور لكم كل حاجه في بيتي. ما بخبيش عنكم حاجه. ولا انا مثلا متصنعه ولا اي حاجه، والله انا بطبيعتي. فزوجي هو اللي عامل لي القناه وانا ما بعملش حاجه غلط. ولما بعمل البث هو بيبقى معايا في البث وبيشوف كل حاجه. فانا يعني بقول للناس اللي بتحب تنقد يعني قبل ما ينقدوا الناس ينقدوا نفسهم ويبصوا لنفسهم الاول. لكن انا الحمد لله ما بعملش حاجه غلط، وكل حاجه حياتي كلها قدامكم كده على العلني، وما عنديش حاجه مخبيها وما عنديش اسرار مخبيها عنكم. بس فحبيت اقول لكم الكلمتين دول الاول بقى عشان تعذروني لحد ما ابقى يعني بروفيشنال كده في البث. يعني عشان انا لسه في خطوه كده انا مش متمكنه فيها جامد يعني. لما ابقى كويسه هبقى اطلع من معاكم بث تاني. بس فانا ما بعملش حاجه غلط. كل اللي عنده كلمه يحتفظ بيها لنفسه. انا ما بيهمنيش كلام حد. واثقه من نفسي الحمد لله. وانا القناه دي عاملاها يعني عشان عندي وقت فراغ. وانا حبيت القناه ولما بمشي في مشوار انا ما بوقفوش. انا بفضل مكمله فيه للاخر عشان تبقوا عارفيني. بس انا يعني لما بمشي في مشوار بكمله للاخر. فالحمد لله مش بعمل حاجه غلط ولا حرام ولا حاجه غلط ولا غلط ولا حرام. وانا سائله شيخ في الازهر والقناه دي مش غلط وكل اللي بيعملوا القنوات دول ما فيهاش حاجه حرمانيه ولا حرام ولا حاجه. فكل اللي عنده نقد ولا عنده كلمه يحتفظ بيها لنفسه وينقد نفسه الاول قبل ما ينقد الناس. بس رايحه على فين بقى كده يا رانيا؟ 9 الصبح وقمت لبست وفطرت كده معاكم. انا بقى كنت يا جماعه انا كان لو جبتوا لي 100 دكتور والناس قعدت تقنعني بدكاتره العجمي. انتوا عارفين انا ساكنه في العجمي. فانا ما بروحش ولا دكتور في العجمي ولا مثلا دكتور عظم ولا دكتور نسا ولا دكتور اسنان ولا عيون. ما بقتنعش بدكاتره العجمي بصراحه يعني. فانا ايه ده كل الدكاتره بتاعتي في البلد. فانا النهارده رايحه الاثنين دكاتره العظم ودكتوره تانية بتاعتي في الابراهيميه بقى دي. فانا كل الدكاتره بتاعتي كلها دكاتره يعني ممتازين. ولو حد محتاج مني مساعده وانا اقدر اقدمها له هقدمها له اي دكتور والله. عمري ما ببخل عن حد باي حاجه الحمد لله يعني. كل الناس اللي عارفيني واهلي وقرايبي عمر ما حد طلب مني طلب ورفضت له.
فانا ما بستناش ان يعني اي حد يعمل لي طلب. فانا الحمد لله طول ما انا متوكله على الله وانا جوزي بعد ما مشي تحملني مسؤوليه، انا عارفه ان هي مسؤوليه تقيله، خصوصا ان انا قاعده يعني في بيت اهلي وقافله بيتي، فبرضه بروح ابص على بيتي يومين ولا حاجه، انا محتاجه لبس بروح اجيب لبس من هناك، لان مش جايبه لبسي كله هنا عند والدتي. فانا كنت لسه موديه اللبس الصيفي البيت عندي، وجبت لبس شتوي، بس البيزك ده بقى لسه هوريه لكم دلوقتي وانا خارجه على الباب. لسه مشترياه يعني من محل هنا على الشارع في الهانوفيل. اه لقيت الجو بصراحه يعني النهارده الشمس طالعه والجو جميل، فانا ما رضيتش البس جاكيت فوق، يعني مع اني جايبه جاكيت جينز كده، بس الجو حلو مش محتاجه البس جاكيت ولا حاجه. فانا يعني بصراحه يعني الحمد لله ربنا يا رب اكون قد مسؤوليه، وزوجي يعني بعد ما مشي هو كان مريحني بصراحه، فانا حسيت بمسؤوليه تقيله عليا. وطبعا والدي ووالدتي انا قاعده معاهم برضو ناس كبار، فانا شايله عنهم كل حاجه، انا ما بخليهمش يعملوا حاجه خالص، وفي نفس الوقت برضو شايله مسؤوليه بيتي. فانا برضو يا جماعه يعني ما تزعلوش مني ان انا ايه ما بطلعش كل يوم، ما بعملكوش فيديوهات كل يوم ولا حاجه. فالمسؤوليه حاسه ان الحمل تقيل عليا، بس ربنا يقدرني ويديني يعني يحملني المسؤوليه يعني. فربنا ما بيحملش حد المسؤوليه غير لما بيكون هو قدها. وبعد ما مشي والله انا ما اعرفش التعب اللي جالي، بقيت عماله اروح 3 دكاتره، عماله الف على الدكاتره بعد زوجي ما مشي، لان هو كان مريحني وكان بيجيب لي كل حاجه من تحت. كان يعني بصراحه ما كنتش حاسه باي تعب. بعد ما مشي انا حسيت بتعب وحسيت بفرق جامد، بس الحمد لله ربنا يقدرني واقدر اكمل بقى ايه المسؤوليه كده. يعني اكنه هو موجود بالظبط، يعني انا مش حاسه بفرق، هو اكنه موجود بس انا حاسه ان الحمل تقل عليا شويه. فادعوا لي بقى ربنا يقويني كده على المسؤوليه. فانا بقى هنا كنت عامله برضو اشاعه وعامله تحاليل في مستشفى المبره، الدكتوره كانت طالباهم مني يعني. فهي طالبه مستشفى المبره، مستشفى المبره دي هنا اللي عندنا في ال21 في المبره. فقلت لها اعمل فيها، قالت لي اعملي فيها عادي مفيش اي مشكله. فانا عملت لها الاشعه وعملت لها التحاليل اللي هي طالباها. فهروح الاول للعظم وبعدين اروح لدكتوره تانية، ولو في اي حد محتاجني اروح له او يعني اوديه لاي دكتور محتاج مساعده مني، انا عمري يعني ما بمتنع عن اي مساعده لاي حد. انا الحمد لله يعني عارفه دكاتره كتير، بس كل الدكاتره بروحها في وسط البلد ودكاتره ممتازين وموثوق فيها وانا واثقه فيها يعني 100%. فلو اي حد محتاجني او محتاج يروح لدكتور انا هوديه، مش عمري ما هرفض. لو في حاجه بايدي اقدر اعملها هقدر اعملها، عمري ما هرفض لاي حد اي طلب. بس فدلوقتي بقى هوريكم البيزك اللي انا لسه مشترياه على الباب كده وانا خارجه، عشان الحق ما اتاخرش بقى على الدكاتره، عشان انتوا عارفين احنا في العجمي وانا رايحه للدكتورين الاتنين في وسط البلد، يعني سيدي جابر البرهميه كده. فانا المشوار بقى بعيد ساعتين من هنا لحد هناك. هوريكم بقى لبسي وانا نازله، ويلا بقى نروح نشوف هنعمل ايه النهارده. ويا رب ما كنتش تقلت عليكم. اوعوا تنسوا بقى لسه ما اشتركتوش وعجبتكم القناه، اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، اختاروا الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو تابعوا الفيديو للاخر، لو عجبكم اوعوا تنسوا اللايك والشير لاصحابكم وكومنت حلو يفرحني ويسعدني. يلا بينا بقى النهارده. يا صباح الخير عليكم. النهارده بقى انا بحب احط جبنه قريش كده قطع صغيره، وبقى اللي بيضه بحته زبده، واحط البيضه على الجبنه القريش بتبقى طعمها حلو قوي. وكان عندي قطعه جبنه بيضه كده ناشفه وزيتونه، فقلت افطر بيهم قبل ما انزل بقى. النهارده بقى هنروح عند الدكتور معاكم، واللي يعيش ياما يشوف، ولسه طول ما انا عايشه لسه هشوف اكتر وهتعلم اكتر واكتر. واحب اقول لكم ان انا عمري ما بدات مشوار وما كملتلوش، مش من غرور مني، لكن دي ثقه بالنفس، وان انا مش فاتحه القناه تجاره، لا ده انا فاتحاها لاني حباها. ويوم ما مش هحب اصور بس هطلع اقول لكم، ويوم ما تقولي ما صورتش يبقى انا من جوايا ان انا مش عايزه اصور. لكن انا عمري ما هفتح القناه عشان التجاره وعشان الفلوس، وعمري ما انتظرت مساعده من حد. هنا بقى انا بصوا بقى الميني دريس ده الازرق، انا انتوا عارفين انا بحب اللون الازرق. انا اول ما شفته بصراحه هو قطيفه كده، فانا بحب اللون الازرق قوي بصراحه. اول ما شفته رحت جايباه، كان من محل كده على الشارع بره العمومي في لانوفيل. باخد رايكم بقى فيه. او انا عندي جاكيت فوقيه جينز بس الجو كان حلو، ما كنتش محتاجه يعني البس جاكيت فوقيه ولا حاجه. ايه رايكم في الطقم اللي انا لابساه ده؟ انا بقى انا كنت خلاص فطرت ولبست، بوريكم الطقم وانا نازله ونزلت كده من غير جاكيت بقى فوقيه ولا حاجه. انا بقى نزلت هنا في طريقي بقى للدكتوره. انا بقى فضفضت معاكم النهارده شويه كده بحب اتكلم معاكم برضو كده لما بكون فاضيه. هنا عند الدكتوره فوق بقى بوريكم شارع ابو قير ده على فكره، ودي الابراهيميه، وده مدخل سموحه كده عند كوبري الابراهيميه.
فقلت اوريكم بقى كده، اوريكم الاجواء من فوق شكلها حلو قوي. انا يا جماعه والله طول عمري بساعد الناس، وحتى لو محدش قال لي يعني، انا ما بشوف حد محتاج حاجه بساعده من نفسي من غير ما يطلب. وعمري ما انتظرت من حد انه يساعدني، وربنا ما يحرمني من حد. الحمد لله انا مش محتاجه مساعده من حد، ربنا دايما واقف جنبي. لما بقدم مساعده لحد مش بنتظر منه مقابل. ده شارع ابو قير هنا عند الدكتوره من فوق. بصوا بقى، انا ما بروحش لاي دكاتره يعني، الحمد لله كل الدكاتره اللي بروح لها ببقى واثقه فيها كويس جدا. ده هنا شارع ابو قير ده، في بقى يمين كده على مدخل سموحه، وشمال كده على شارع الليجاتيه، وكده ده شارع ابو قير بقى كده طوالي. او وقفت في البلكونه اللي كانت زحمه شويه، ما كانش في مكان اقعد، قلت بقى اصور لكم وانا واقفه كده في البلكونه. الاجواء حلوه من فوق كده، الشارع شكله جميل قوي. وبعد ما اخلص الدكتوره بقى هنزل بقى على المنشيه. انتوا عارفين انا بحب اتفرج كده على المحلات وانا ماشيه، وطول ما انا ماشيه بحب اشتري في حاجات. اخدكم معايا بقى كده في المنشيه برضو بعد ما مشوار الدكتوره، واتفرجوا بقى. انا قعدت اتفرج كده واسال على الحاجات. ده حلو ده. ما عندكش علب مناديل اللي هي زي دي بس ذهبي؟ علب مناديل مفيش؟ ثواني، بسبوسه دي ولا ايه؟ ما عندكش صينيه فردانيه كده مقاس 20 ألمونيا؟ صينيه فردانيه مقاس 20 صغيره ألمونيا مفيش؟ طقم. طب كام قطعه؟ 3 في 5. اقل حاجه 3 بكام؟ طقم 3 الألمونيا بكام؟ اوه خلي بالك. الصينية المدور ال3 لوز. ده ب 210. ما عندكش الدهان؟ الدهان لا. الدهان مستطيل. لا انا عايزه مدور بس، انا عايزه واحده بس، ما كنتش عايزه كل ده. دهان مدور. واحده دهان فرداني. صح. دول مدورين بكام دول؟ 250. وروني كده تقال ولا خفاف؟ بس انا عايزه اصغر من الصغيره كمان دي، ما عندكش اصغر من كده؟ ما انا عايزه لا طقم بس يكون فيه مقاس صغير يعني، اصغر واحده تكون مقاس 20. بيبقى في الخمسة. في الخمسه بكام الخمسه؟ الخمسة بيعمل 425. 425. لو ما لقيتش طب ارجع تاني، هرجع لك تاني. الخمسة عايزة تشوفيه برضه أروح. ايه؟ الخمسة عايزة تشوفيها أروح. هو ده؟ هو ده؟ زي وريهولي كده، هو ده الكبير قوي. 400 قلت لي؟ 425. زي اللي شاور لي عليها دي بتهيألي. ده 5 ولا هو ده زي ده، زي ده اللي عندك ده اكبر اللي هنا ده؟ لا ده 3 بس. 3؟ انا عايزه المقاس ده، هو المقاس ده اللي انا عايزاه. انا اجيب لازم اخد. مش هتلاقي فرداني. ماليش فرداني صح؟ بتعمل 5 بس. طب ماشي هشوف، لو كده ارجع لك تاني. دي بكام دي؟ دي كبيرة، دي خفيفة. كام ده يا مسيو؟ دي بكام لو سمحت؟
طب وجي معلش، بص جيب كام؟ جي جيب كام؟ دي بكام يا معلمي؟ 25. ما عندكش القصيره ولا ايه بتقصر ولا ايه؟ انا عايزه الصغيره. لا انا عايزه واحده صغيره. ما عندكش الاصغر؟ ما الخضره دي. ايوه الزوز صغيره دي. اسالي جيب كام معلش. حلو ده السويت شيرتات دي كلها 135. كله سعر واحد. اللي ورا هو ده حلو ده. لسه كل ده يا رب. ده كويس برضه. دي مناجيل اسمها كيرلي 150 متر. حلوة دي مضغوطة، باينة انها مضغوطة. هي مناجيل دي بكام لو سمحت؟ فين هو؟ بص مناجيل المطبخ دي بكام؟ هو راح فين؟ جوه؟